السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بحاجة حلوة جدا تنفع للفطار وسهلة واقتصادية، بدون حليب، هتعمليها كده سهلة وسريعة وبدون زبدة كمان. هي كحك اليانسون. كحك اليانسون من أجمل الحاجات اللي ممكن تحطيها كده مع كوباية شاي الصبح كده تفطري بيها. جميلة وسهلة وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وبترمي كمان كمية كبيرة. فيلا بينا ندخل على الفيديو. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده اول حاجة في بولة هحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، عليهم نقطتين كده من الفانيليا. كمان هنحط نص كوباية من السكر، والسكر اللي استخدمته هنا كان سكر عادي حبيبات، مش سكر بودرة ولا حاجة. كمان هحط هنا نص كوباية من الزيت. وإضافة بقى في الحلاوة بتاعة الكحك ده، أنا حطيت معلقة كبيرة من السمنة، ممكن تستغني عنها وممكن تبدليها بزبدة لو حابة. هنبدأ بعد كده نخلط بقى المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها مع بعضها كده كويس قوي، سواء بقى عايز تحطيها في الخلاط او عايزه تحطيها في او تضربيها بالمضرب الكهرباء او عايز تعمليها بالهاند بلندر زي ما انا عملت كده. يعني ايا كان، المهم ان انت تخلطيها كويس جدا جدا لحد ما يبقى الخليط ناعم، والسكر اللي انا حطيته ده يبدأ يدوب معي. بعد ما خلطتها كويس قوي بدأت تبقى الخليط ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده بتاع البيض والسكر. بعد كده هنبدأ في بقية الإضافات اللي هي عبارة عن رشة من الملح، ومعايا كمان معلقتين كبار من اليانسون المطحون، وهو ده البطل بتاع الكحك بتاعنا النهاردة لأنه بطعم اليانسون. معلقتين كبار من اليانسون المطحون، ومعايا كمان معلقة كبيرة من السمسم، ونص معلقة كبيرة من حبة البركة. دي الاضافات اللي انا او المنكهات اللي انا هحطها للكحك بتاعنا النهارده اللي هتخلي طعمه فوق الرائع. بعد كده هنبدأ بقى في إضافة الدقيق. الدقيق هنا كان عندي حوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق، وحطيت عليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ابدأي بقى اعجني العجينة بتاعتك كده واحدة واحدة. طبعا انا ما حطيتش الدقيق بتاعي كله مرة واحدة، بحطه بالتدريج، لكن في النهاية هي خدت معايا زي ما قلت لكم 3 كوبايات ونص من الدقيق. طبعا وانتي بتعجني بتحسي الملمس بتاع العجينه بتاعتك طريه ولا ناشفه ولا ايه بالظبط، فهي كل ما هتلاقيها طريه طبعا وبتلزق جامد قوي في ايدك، فهتحط لها شويه من الدقيق. طبعا هي العجينه دي من النوع العجين اللي بيبقى فيها تلزيقه بسيطه قوي قوي، لكن لو سبتيها لمده حوالي 5 دقايق و10 دقايق هتلاقي التلزيقه دي راحت خلاص، ما فيهاش اي حاجه. كده خلاص العجينه بتاعتي مظبوطه جدا. هنبدا بقى نشتغل فيها على طول، مش هنسيبها تريح ولا حاجه. هناخد بقى قطعة من العجينة ونبدأ نشكلها كده على شكل رول، يكون رول طويل شوية. طبعا العملية اللي هعملها معاكم النهاردة دي سهلة جدا، طريقة تشكيل سهلة جدا جدا للكحك ده، مش تاخد معاكي وقت خالص خالص. هنبدأ بقى ناخد من الرول الطويل ده نقطعه على شكل قطع كده قد بعضها، وناخد كل قطعة من اللي احنا قطعناها دي نبدأ نبرمها تاني، عشان عايزة ابرمها على ارفع بعد كده. ونبدأ ناخد كل قطعة دي نقسمها على 2، ونبدأ بقى نلحم كل يعني حتة من اللي احنا عملناها دي في الحتة التانية، بحيث انها تديني شكل دائري او شكل الكحك المدور ده. تمام كده. اظن العملية سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. كل حتة من اللي احنا قطعناها من الرول الكبير بتقطعيها ليه بتاخديها وتبرميها تاني على ارفع زي ما انتوا شايفين كده، قربت لكم الصورة اكتر. وبعد كده بتبدأي تقسميها على 2 الرول الرفيع ده، وبعد كده كل واحدة تاخديها بقى كده تلحميها في اولها في اخرها كده لحد ما تتلحم معايا كويس، تديكي شكل الكحكة المدورة دي. طبعا الكلام ده كله بقى هيترص في صاج يكون مدهون بدهنة من الزيت، وندخله على فرن سخن على درجة حرارة 170 او 180. طبعا هنشغل من تحت الاول، اول ما تلاقيه خلاص احمر من تحت طفي تحت وشغلي الشوايه على الهادي كده عشان انا عايزاه يتحمص معايا. ده كده شكله بعد ما طلعته من الفرن. قد ايه حلو جدا جدا جدا، واخد لون جميل جدا من فوق ومن تحت، وتحمص وبقى مقرمش وجميل جدا. ريحته بقى كانت جايبه اخر الشارع من جماله ومن حلاوته. قد ايه اليانسون بيبقى من الحاجات الحلوه قوي لما تتحط في المعجنات. بس كده يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم تنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناه.